يعتبر الحمام الزاجل من أهم أنواع الطيور، فقديماً كان يرسل الرسائل من منطقة إلى أخرى ويعود إلى موطنه الأصلي، ولذلك تم تلقيبه بسيد الحمام لقدرته على حفظ المسار الذي يتبعه خلال رحلته. ولعب الحمام الزاجل دورا كبيرا في الحروب العربية والرومانية، فقد كانوا يستعينوا به ليرسلوا مخططاتهم ورسائلهم المشفرة. ينال الحمام الزاجل اهتماما كبيرا من الهواة والمهتمين بتربية الطيور، وذلك لخصائصها وصفاتها التي تجذب وتلفت الأنظار من بنية جسمه القوية ومنقاره الأسود اللون وأجنحته العريضة والقوية بذات الوقت، كما يميل إلى الراحة والهدوء ويكره الإزعاج. بدايتي في الحمام كانت أول شيء كانت في حمام الزينة. بعد فترة سمعت عن الحمام الزاجل وذكائه، فقعدت أبحث أنا عن الموضوع، فعجبني الموضوع بأن الحمام هذا يطير مسافات طويلة ويرجع للبيت، فهذه روحها كافية، يعني الهواية تزيد حبك للهواية. فرحت واشتريت طيور وسجلت في النادي. تعلمت من الشباب طريقة اللي هو كيف تختار الطيور، كيف إنتاج الطيور، تدريب الطيور، تعاملك مع الطيور. تتعدد أنواع الحمام الزاجل، ومن أهمها حمام باركر الزاجل، والذي ظهر للمرة الأولى وتم استخدامه لأغراض التراسل، ومن بعدها أصبح يتنافس في السباقات المحلية والدولية. تهدف السباقات إلى إكساب الحمام المزيد من القدرات وزيادة سلالتهن في المنطقة، كما يتم تدريبهم بعد شهرين من فقسهم، وتبدأ مسافة الطيران من 20 كيلومتر حتى تصل إلى 60 كيلومتر، وتتضاعف باستمرار حسب قوة الحمام ونسله.